السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة. النهاردة ان شاء الله هعمل بقى اكل كده انا بحبه، وقلت بقى بما اني هعمل الاكل اللي انا بحبه فقلت بقى اشارككم كده معايا اليوم النهاردة من اوله، وعشان انا بحبكم فلازم اشارككم الحاجة اللي انا بحبها. اول حاجة ابتديت بيها يومي عملت كوباية قهوة بالزبدة، وانتوا عارفين ان القهوة بالزبدة من المشروبات الصباحية اللي انا بفضلها، وكنت ببدأ بيها روتينات معاكم قبل كده. بس بصراحة مش كل يوم، يعني مش يوميا نشرب قهوة بالزبدة، هي كويسة بس اليوم اللي بحس فيه ان انا مش مفوقة قدامي شغل، قايمة مثلا عندي شوية صداع، عندي شوية كسل، فهي ما شاء الله بتدي كده قوة تركيز وبتدي كمان نشاط وحلوة جدا جدا. فما شاء الله القهوة بالزبدة دي حلوة قوي قوي انك تبدأي بيها يومك، بس زي ما قلتلك مش كل يوم، يعني كده خليها استثناء لأيام معينة. كمان حطيت كده مع القهوة قرصة مع جبنة فيتا عادية وخياراية، يعني حاجة خفيفة خالص ان انا افطر بيها بحيث كده يبقى يومي خفيف. يعني مش عايزة اضيع وقتي بقى في الفطار ان انا اعمل فطار، وعايزة كمان اكل حاجة خفيفة كده علشان اكون خفيفة طول النهار. مش عايزة اتقل كده. بصوا بقى اليومين دول الجو حر، واصلا الاكل بيتقلنا زيادة ويخلينا كده يعني حرانين ومفرهدين وعايزين ننام تاني ونصحى وننام. وبصراحة مش عارفة ايه مشكلة الحر اليومين دول، وبالليل خصوصا الواحد يفضل طول الليل مش عارف ينام من الحر. يعني مش عارفة دي كلكم كده ولا انا بس ولا ايه؟ يلا الحمد لله على كل حال. بعد يعني ما غيرت ريقي كده وفطرت فطار خفيف، فبدأت بقى ان انا اظبط الدنيا حواليا، بحيث قبل ما ابدا شغل انا حابه كده يكون في راحه نفسيه والمطبخ ده يبقى نضيف فلة الفلة كده، بحيث ان انا اكون مرتاحة كده وانا ايه شغالة، وكمان بيفتح نفسي ان انا اشتغل واقف اعمل الاكل وكل الحاجات اللي نفسنا فيها نعملها. تمام. بصوا اصلا انا مشطبه المطبخ من بالليل، يعني انا عاده بحب كده ان انا قبل ما انام اكون مشطبه مطبخي، بس طبعا بصحى الصبح مع شويه حاجات بسيطه، مثلا لو كلنا حاجه بالليل، صحينا الصبح زي كده شربنا حاجه كلنا حاجه، فتلاقي شويه حاجات بساط مش مشكله، ورجعت كل شيء تاني، لمعت الدنيا لو في حاجة نسيت بالليل لما لمعتهاش او كده. بس المهم ان انا اخلي المطبخ كده مريح نفسيا ونضيف زي الفل، بحيث لما اقف اشتغل تكون كل حاجة حواليا سهلة، والمنظر لعيني كده مريح، وبكون مبسوطة كده وانا بشتغل. هنخش بقى في على طول يومنا وهنعمل ايه. بصوا طبعا البتنجان الاسمر مفيش اختلاف عليه، يعني مفيش حد ما بيحبش الوصفات بالبتنجان الاسمر، لو في حد ما بيحبهاش يجي ويواجهني، انا مستعدة للمواجهة ولاي انتقادات. البتنجان الاسمر ما شاء الله يعني بحس ان هو محبوب وكل الناس بتحبه وبتحب الوصفات بتاعته. انا عامة بحب البتنجان الاسمر قوي قوي، هو مفيد طبعا وبس. غير كده انا بحب اي وصفة بالبتنجان الاسمر، وخصوصا بقى الوصفة اللي هنعملها النهاردة انا متأكدة ان انتوا بتحبوها، انا بحبها قوي. ولو حتى انتوا ما عملتوهاش قبل كده اعملوها وجربوها مش هتخسروا بجد، يعني اعملوها. لازم تجربوها ما شاء الله. بصوا تحفة ما شاء الله، قمر قمر. بصوا طبعا أنا جبت البتنجان بتاعي وقشرته وبدأت اقطعه بالطول، وبعد كده اقطعه مكعبات وبحطه في مصفى، وكل ما احط شوية ارش عليهم شوية ملح، وبعد كده اقطع البتنجانية اللي بعدها واحط عليها شوية ملح، وبعد كده هحط بقى طبق تحت المصفى علشان طبعا البتنجان ينزل المية اللي فيه، وانا بقليه في الزيت ما يشربش اي زيت. طبعا انا بقى قشرت البتنجان بتاعي بالمقشره، والمقشره بتكون سهله جدا في تقشيره، وممكن ان احنا ما نقشرش البتنجان بيديله اصلا شكل حلو لما بنسيب القشره بتاعته، بس انا بحس انها بتضايقني في الاكل ومش بحبها خالص، خصوصا بعد ما بنقلي البتنجان، خصوصا في القلي يعني، فانا بفضل ان انا اقشر القشره بتاعتي. ولو انتي بتحبيها عادي مش مهم انك يعني ممكن تستبعدي خطوه تقشير البتنجان دي وما تقشرهوش عادي خالص. هغطيه بقى واسيبه على جنب، ودي بقى اول خطوه بدات بيها عشان عايزاه كده يقعد اطول مده ممكنه، يعني ممكن اسيبه كده لمده ساعه على ما اعمل باقي الخطوات. هنا بقى معايا نص كيلو من صدور الفراخ مطلعاه من الفريزر، وبدات ان انا اقطعه كده، انا سبته على الرف من بالليل وبعد كده جيت اشتغلت فيه وهو لسه مفكش 100%. ضروري جدا اي فراخ خصوصا صدور الفراخ لما نيجي نفرمها ما تكونش سايحه قوي او صبحه، او حتى لو انتي شاريه الصدور صبحه ما تفرمهاش، حطيها في الفريزر لمدة ساعة الا ربع بالظبط، وطلعيها وابدأي افرميها، بتكون كده مجمدة يعني بنسبة 30-40%، بحيث انها ما تنعمش منك. الفراخ من الحاجات لما بتنعم قوي بتديكي نتيجة مش حلوة في الوصفات. طبعا الفراخ بتكون الانسجة بتاعتها ضعيفة جدا،
في الفرن بتنعم قوي وما بتكونش كويسه زي ما قلت لك. عايزين بقى نصلي على النبي كده واحنا شغالين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تمام. بعد ما فرمت الفراخ بصوا بقى هنا هجيب دهن، ده دهن فراخ عادي خالص. طبعا تقدري تستخدمي ليا ضاني او دهن لحمه، بصوا اي دهن عندكم استخدموه في الوصفه دي، بس عايزين ندي دسامه. ولو ما عندكيش دهن ممكن تستخدمي صدور فراخ مع وراك، يعني الوراك بتدي برضو الموضوع دسامة، فبتدي نتيجة حلوة جدا جدا ما شاء الله. هنا بقى كنت غسلت كل الحاجات اللي انا استخدمتها، الكبة والقطاعة والسكينة وكل حاجة عشان هستخدمهم تاني. وكمان قشرت بصلاية وجبت قرنين فلفل صغيرين خالص وفصين من الثوم، جهزتهم برضو وغسلتهم. وجينا بقى تاني علشان نشتغل. نص كيلو من صدور الفراخ بيكون عايز بصلاية تكون متوسطة. تمام. كمان هستخدم قرنين فلفل بس صغيرين خالص او قرن واحد كبير. وطبعا الافضل يكون فلفل احمر، بيبقى جميل جدا وبيديها لون احلى بكتير من الاخضر، ولكن انا مش متوفر عندي بصراحة فاستخدمت اللي موجود عندي، مش هيقول لا. هنحط ايه كمان؟ هحط بقى معلقتين كبار من الدقيق، وده اللي بيخلي معايا الكفتة متماسكة وجميلة جدا جدا. يعني التكة دي مهمة قوي، معلقتين كبار من الدقيق او ممكن بقسماط مطحون اي حاجة. حطيت كمان معلقة من البابريكا ومعلقة صغيرة ونص من الملح. تمام. وهحط كمان فلفل اسمر، وهحط بقى معلقة صغيرة من البهارات المشكلة او ال7 بهارات او بهارات الفراخ اي حاجة تحبيها. تمام. وهحط كمان بقى حبهان بودرة. مش عايزة اقول لكم الحبهان البودر ده بيفرق قد ايه. بصوا اي وصفة فراخ حطوا فيها حبهان بودر بيبقى تحفة. واخر حاجة هحط نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ده اللي بيخليها هشة معانا كده وبتبقى مفرغة مش مكتومة وبتكون حلوة قوي. فحلو جدا البيكنج باودر دي برضو سر كده من اسراري في الكفتة. بصوا بقى ما شاء الله، اهم حاجة عشان الكفتة تطلع معاكي ناجحة وتسمخ كده معاكي وما تفكش منك وما تبقاش مسيلة بمعنى اصح، او يعني مسخسخه كده في نفسها مش عارفه اقول لكم ايه غير كده. ان احنا بنحافظ على سقوعيتها، يعني الفراخ بتاعتنا زي ما قلنا تكون واحنا بنفرمها كده تكون مجمده ما تنزلش اي ميه. تاني حاجه معلقتين الدقيق دول كمان بيحافظوا عليها متماسكه جدا جدا، فمهم قوي يعني. بس كده خلاص عجناها برضو حلو. وطبعا قبل ما تشتغلي فيها حطيها في التلاجة بس 10 دقايق كمان. وبعد كده على ما تجهزي صينيتك، انا بحب قوي احط ورقة زبدة، لاني لما بحط صوابع الكفتة في الفرن بتدهول الصينية قوي، وخصوصا بقى بعد ما بدهنها وكده فبلاقي الصينية اتدهولت واقعد ادعك فيها واتعب نفسي. لا معلش نوفر، يعني بصراحة ورق الزبدة ده المفروض ما يبقاش يعني ما فيش غنى عنه في البيت، هو حلو قوي في كذا حاجة وبيوفر علينا في الحاجات دي اللي اللي احنا عارفين ان هي بتبهدل الصينية جامد قوي. تمام. بصوا كده بقى عصيان الشيش طاووق عادي خالص، وابدا ان انا معايا زيت وابدا ان انا اعوص ايدي بالزيت كده بالشكل دون. تمام. ما شاء الله. بصوا بصوا كفتة، يا سلام عليك يا بنتي يا ام هنا ما شاء الله. بصوا بتسمخ كده وجميلة ما شاء الله. الكفتة بصوا متماسكة وجميلة عاملة ازاي ما شاء الله. بجد جربوها بالطريقة دي هتعجبكم قوي قوي قوي. بس حطوا لايك بقى يا جماعة، ما تنسوش تحطوا اللايك. انا عارفة ان انتوا بتنسوا تحطوا اللايك وبس، يعني كل مرة تنسوا ليه كده يعني كل فيديوهاتي بصراحة مفيش عليها تفاعل كده ومش بلاقي لايكات، يعني ممكن الاقي ناس كاتبين لي دعوة حلوة تعليق حلو بس بتنسوا اللايك. ف حطوا اللايك بقى كده علشان الفيديو يوصل لكل الناس، وعلشان تدعموني باللايك كده فضلا وليس امرا. كنت عاملة معاكم قبل كده حلقة لكفتة الفراخ وكانت يعني جميلة ونالت اعجابكم جدا، وكنت عاملاها معاكم مرة قبل كده وحاطة فيها خضرة. انا كنت بعملها وبحط فيها خضرة بس من ساعة ما جربتها من غير الخضرة، من غير ما احط فيها بقدونس ولا اي حاجة، بصراحة حبيناها اكتر، يعني حسينا ان الخضرة بتديها طعم اكتر للكفتة، كفتة الرز كده، او بتديها نكهة كأنك بتاكلي مثلا كفتة رز. فما حبيناهاش كده، احنا حابين نحسها كفتة مشوية جميلة بنكهة الفراخ وبس. فانا بصراحة بقيت استبعد ان انا احط بقدونس او خضرة وخلاص، مش هعملها كده غير كده، يعني خلاص حبيناها كده قوي قوي. انا بقى دخلت الصينيه بتاعتي في الفرن، والفرن طبعا لازم اسخنه قبلها بشويه حلوين، يعني لازم اي حاجه ندخلها في الفرن ندخلها في فرن سخن قوي بحيث تاخد صدمه كده. تمام. وطبعا درجة حرارة عالية، وسبتها بقى في الفرن براحتها. وبدأت هنا اقطع عيش، ده عيش آلي او العيش الشامي زي ما بتقولوا.
اهم حاجه يكون عيش شامي، يعني هو في الوصفه بتاعتنا دي كده عايزين عيش شامي. قطعته بصراحه، جيت اقطعه بالسكينه، يعني بصوا السكينه كل مره تزهقني ومفيش فايده. بعد كده هلجأ للمقص، بصراحه سهل واحلى بكتير. هنا بقى رحت على النار، وشوفوا بقى انا وريتكم الميه اللي نزلت من البتنجان، وكمان هينزل ميه تاني. انا اصلا قبل ما انزله في الزيت بتاعي، طبعا الزيت لازم يكون سخن جدا، اعلى درجه حراره. وقبل ما انزله في الزيت بتاعي بحاول كده ان انا اضغط عليه بايدي بالراحه، بحيث برضو انزل منه اي نقط ميه، تمام، علشان ما يشربش زيت معايا خالص. بصوا ما شاء الله مش هيشرب زيت. وعملت الكميه كلها على مرتين بس. اهم حاجه تطلعي لونه كده ذهبي وجميل، وما تخليهوش يحروق منك او ياخد لون غامق. بصوا بقى هنا انا بجهز الخلطه الجميله، اللي هي بقى دي الخطوه الحاسمه او الخطوه الفارقه في كفته الفراخ. هي عبارة عن معلقتين كبار من الكاتشب، وحطيت عليهم رشة ملح ورشة فلفل أسمر ورشة بابريكا. هحط كمان نقطتين مية ونقطتين زيت، بس كده. دي هدهن بيها الكفتة بتاعتي، بس بعد ما تكون خدت 3/4 سوا، علشان اخد اللون الجميل بتاع الكفتة، واخليها بقى تاخد تحميرة، وكمان هتدي طعم حلو قوي. يعني لما تدهني بالخليط الجميل الكاتشب بقى، مقولكيش بقى الحركات دي، يعني الكفتة هتبقى تحفة ما شاء الله. بصوا بقى كده هنا بقلب البتنجان اهو، خلاص دي الدور التاني هطلعه دلوقتي. وطبعا حاطه ورق مناديل على صينيه كده، وبحاول افرده علشان تمتص كل الزيت اللي فيه، عشان ما يبقاش فيه زيت خالص. طبعا الكفتة بتاعتنا في الفرن واحنا شغالين، وزي ما قلتلك بعد ما تاخد 3/4 سوا هبدأ ان انا اخرجها وادهنها وادخلها تاني، واقيد لها الشواية كمان لو محتاجة، لو مش محتاجة خلاص. بصوا كده بقى هنا وانا شغالة بعد ما خلصت البتنجان، نزلت بقى بالعيش اللي احنا قطعناه مع بعض، وببدأ كده. بصوا ما بياخدش اي وقت، يعني عايزة اقول لكم بصوا ان انا هعملهم دلوقتي كلهم، ما مسافة ما بنزل، يعني ما تسهيش عنه، ولا تمشي تروحي شمال ولا يمين، ولا تروحي حتى تردي على التليفون. اقفي جنب العيش وطلعيه بسرعة بسرعة، تقليب كده سريع وطلعيه، علشان مش عايزينه ياخد لون غامق وياخد اللون الذهبي الجميل دون، بيكون حلو قوي. لو غمقتيه او اتحرق منك مش هتحبيه، يعني مش هيبقى لطيف. صحيح انتوا عرفتوا بقى احنا بنعمل اكلة ايه ولا ما عرفتوش؟ لو كنتوا عرفتوا بقى الوصفة اللي احنا بنجهز لها دي دلوقتي، فاكتبوا لي في الكومنتات دلوقتي حالا، وانا هنزل اشوف اللي عرف يقولها صح. بس دلوقتي اكتبوا دلوقتي احنا بنعمل ايه، علشان بعد كده هتعرفوا، يعني بعد كده الخطوات اللي بعد كده هتعرفكوا بقى. احنا عايزين ده سؤال الحلقة، ده سؤال الحلقة يا جماعة. انزلوا اكتبوا احنا دلوقتي الوصفة اللي هنعملها ايه، يلا حالا حالا حالا. بصوا هنا بقى اديت رشة ملح للعيش بتاعي، رشة خفيفة خالص، مش عايزة احدقه. والبتنجان طبعا مش هاجي يمته لان هو اكيد حادق، عشان احنا كنا نقعينه في ملح. بصوا بقى هنا بدهن الكفتة بتاعتي زي ما اتفقنا. شايفين بقى ورق الزبدة بيوفر علينا ازاي. هبدأ بقى ادخلها كمان 5 دقايق بالظبط، وقدت كمان الشواية، وبعد كده هخرجها. بصوا هنا بقى هنعمل طشة كده توم بخل، معلقة توم كبيرة وكمان معلقتين خل، وبعد كده هنزل بعصير طماطم، دول بالظبط بالظبط 5 طماطمات ضربتهم في الكبة ونزلت بيهم كده. طب هتحطي ايه تاني يا ام هنا؟ هحط بقى ملح، واحط فلفل اسمر، واحط بابريكا، شطة بقى لو تحبي، تمام. هنقلب بقى الصلصة بتاعتنا ونسيبها على النار لحد ما تتسبك قوي قوي، عايزينها تبقى تقيلة جدا. هنا بقى معايا علبتين زبادي، علبتين كبار، العلبة 170 جرام، تمام. هنزل بقى بعلبتين الزبادي، بس في حد واقف جنبي عمال يقول لي هاتي زبادي هاتي زبادي، احط له معلقتين عشان نخلص من الزن بتاعه. طبعا امير ابني ربنا يبارك فيه واقف وشايف الزبادي بيقول لي هاتي زبادي، فاديته معلقتين، ما فيش اي مشكله، مش هيأثروا في الوصفه بتاعتنا، بألف هنا وشفا على قلبه. حطينا كمان مقدار ربع كوبايه من الطحينه، تقريبا كده ربع كوبايه. حطيت رشه ملح، وما تكتريش الملح، هي المفروض تكون دلعه، مش عايزين نحدقها لان اقل ملح بيبان فيها. كمان حطيت بقى رشه فلفل اسمر، وحطيت كمان نص معلقه من الثوم البودر. طبعا ممكن نحط ثوم مهروس، بس بصراحه طعمه بيبان في بقنا كده، وولادي بيحسوا بطعم الثوم فمش بيكونوا حابينه، يعني الثوم بيبقى حي كده. فانا بقيت استبعده واحط توم باودر. عصرت كمان ليمونتين، عصير ليمونتين، وهبدا بقى ان انا اقلب تقليب مستمر كده، ومعايا كوبايه صغيره ميه، وكمان هضيف معلقه كبيره من الخل.
الخل كمان هيديله طعم تحفة، بصي اساسي يعني ما شاء الله. طبعا كده خلصنا صلصة الزبادي بتاعتنا او سلطة الزبادي كده تمام. هنسيبها بقى على جنب. معايا هنا حزمة بقدونس، غسلتها وفرمتها بالشكل ده عشان هنعمل بيها حاجتين. اول حاجة هنحط شوية في طبق ونسيبهم على جنب، وتاني حاجة هنعمل بقى سلطة المشويات او سلطة الطماطم. بصوا قولوا عليها اي حاجة، هي عبارة عن بقدونس مفروم وبصل كده متقطع جوانح. طبعا يفضل البصل الاحمر، بس انا ما عنديش بصل احمر اليومين دول. البصل غالي قوي، مش عارفة هو البصل كان السنة دي عامل لي كده. قولولي بقى انتوا اشتريتوا البصل السنة دي بكام؟ بصراحة كان غالي جدا يعني. تمام، يبقى بقدونس مفروم وطماطم وبصل متقطعين جوانح، بعد كده عصير ليمونتين وكمان معلقتين كبار من الخل، وهحط ملح وفلفل وشوية مية حلوين كده ساقعين، ونقلب كل الكلام الحلو ده. وبقى معانا احلى سلطة تليق مع الكفتة المشوية بقى اللي احنا عاملينها، وتليق كمان مع الوصفة اللي احنا هنعملها دلوقتي. تعالوا بقى عشان نركب الكلام الجميل ده على بعضه. احنا بنعمل ايه؟ طبعا خلاص انتوا عرفتوا احنا بنعمل فتة البتنجان. جينا بقى عند الخطوة المحببة لقلبي، ان احنا بقى نرتب الحاجة مع بعض. طبعا هي عبارة مكوناتها عن صلصة الزبادي والعيش المحمص الشامي والبتنجان اللي قليناه مع بعض، وكمان حمص. الحمص ده مسلوق، انا كان عندي بصراحة في التلاجة حمص مسلوق، حطيته بقى يصفي حلو قوي علشان مش عايزة فيه ولا نقطة مية. جبت كده بقى صينية كبيرة، اي حاجة عندك، طاجن، تبدأي ان انتي تركبي فيه الفتة بتاعتك. حطيت اول طبقة العيش، حطيت كده كمية حلوة من العيش، وبعد كده نزلت بكمية البتنجان كلها. طبعا الوصفة دي تقدري ان انتي تعمليها بطريقة صحية، انك انتي تحطي البتنجان في الفرن عشان يتشوي، وكمان العيش تحطيه في الفرن يتحمص. كده الوصفة دي هتبقى صحية 100%، مش هيبقى فيها ولا غلطة. طبعا حمص مسلوق وسلطة الزبادي وبقدونس والكلام كله جميل، يعني هتبقى تحفة. طبعا انا كنت عاملة معاكم قبل كده المسقعة وشويها في الفرن، وقايله لكم ازاي نشوي البتنجان في الفرن، وكمان كنت عاملة معاكم المسقعة بطريقة صحية جدا من غير كمان لا نشويها ولا نقليها ولا اي حاجة. طريقة المسقعة دي كانت خطيرة وعجبتكم. فانا بصراحة بحب كل وصفات البتنجان، فهتلاقوا عندي وصفات للبتنجان كتير قوي على القناة. البتنجان الاسمر الرومي. بعد ما حطينا طبقة العيش وعليها طبقة البتنجان، نزلنا بصلصة الطماطم اللي هي بالثوم، وبعد كده بالحمص، وبعد كده بصلصة الزبادي حطيناها، وبعد كده زودت عيش تاني على الوش بالشكل دون، وحطيت بقى كمان بقدونس. عشان كده سيبنا شوية بقدونس، وكمان كان عندي شوية بصل صغيرين خالص محمرين، لاني كنت عاملة كشري بس فاض شوية يعني بسفوسة، فبسيبهم جه وقتهم يعني. كل حاجة بيجيلها وقتها. وحطيتهم برضو زينت بيهم، ادوا شكل حلو جدا. وزي ما شفتوا بقى هنقدم السلطة اللي جهزناها مع بعض مع شوية مخلل مع شوية بقى سلطة الزبادي اللي فضلوا كمان دول بقى، يا سلام مع الكفتة، مزاج بقى ما شاء الله. شوفوا بقى الجمال بتاع الكفتة، بصوا ما شاء الله تحفة. شايفين ورقة الزبدة قد ايه شالت كمية حاجات يعني. بصوا وفرنا فعلا على نفسنا موضوع الصينية ان احنا ندعك فيها بقى وكده. ورق الزبدة حلو جدا، كمان سهل ان انتي تشيلي صابع كفتة منها بالشكل ده. بصوا ما شاء الله، عايزه اقول لكم الكفته دي ما فيهاش غلطه، جميله 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 ما شاء الله. ممكن بس للامانه الغلطه الوحيده ان الصوابع رفيعه، كنت احب لو الصوابع اتخن من كده شويه يعني. لو الصوابع اتخن من كده تحفه ما شاء الله. بصوا كده مرنه، وبصوا الفراغات ما شاء الله، بصوا مفرغه من جوه، ويعني بصوا هشه كده وجوسي وما شاء الله، يعني جميله. انا مش قادره امسك نفسي بقى، انا هاكل ورزقي على الله بقى، انا هاكل لاني مش قادره استحمل. الاكل سخن وجميل، والكفته بقى ما شاء الله بصوا سخنه وجميله. حطيت لهم عيش كمان معايا عشان اللي عايز ياكل بعيش. وبصوا محدش يحوشني. ويا ريت محدش يقفشني واولادي يشوفوني وانا باكل كده وسايباهم قاعدين بره. ما شاء الله السلطه جميله جدا. انا عايزه لايك كتير، وقولوا لي ايه رايكم في الاكل بتاع النهارده. وكمان فتة البتنجان انا بحبها جدا. تعالوا بصوا كده الجمال ده ما شاء الله. لا تستاهل 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 العمايل. مش عارفة هي تستاهل ايه، بس تستاهل ان انا اكلها. ما شاء الله جميلة، بألف هنا وشفا على قلوبكم. يا رب تكونوا استفدتم، ويا رب اكون كده خفيفة على قلوبكم، وتكونوا الحلقة حلوة كده. ما تنسوش لايك جميل من ايديكم، وكمان لو اول مرة تزوروني في القناة اضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.